تم الحكم بالإعدام على سانجوكو ووالده ظلما، وقال القاضي: سوف نبدأ بإعدام سانجوكو ووالده. فأعزى الحراس والد سانجوكو وقال لابنه: سامحني يا بني. وكان سانجوكو يبكي عليه بحرقة، وبدأ السياف في الدوران حوله حتى يتم إعدامه. وكان سانجوكو ينظر إلى والده بحزن، وكان يخبئ وجهه حتى لا يرى إعدام والده. وفجأة جاء شخص من بعيد وقال: أوقفوا الإعدام، أوقفوا الإعدام. وجاء إلى الضابط وقال له: هناك أوامر جديدة من الملك، والموضوع متعلق بسانجوكو. بالرغم من ارتكابك تهمة الخيانة العظمى فلن يتم إعدامك، ولذلك لأنه أمر مناقض للقوانين في البلاد أن يتم إعدام أب وابنه، ولكنك ستكون عبدا تابع للدولة. ليم سانجوك لن يتم إعدامك. ففرح والده لسماع هذا، وقال الحارس للضابط: سلم سانجوك لمكتب عبيد الحكومة. لكن سانجوك قال: أبي لن أتركك هنا. لكن والده قال له: يجب أن تعيش حتى تجتمع بأمك وأخويك. فبكى سانجوك وقال الضابط: فلننفذ الحكم الآن. وأخذ الحراس سانجوك لمكتب العبيد، فقال: أبي لن أتركك هنا. فقال له أبوه: اذهب، هيا اذهب. وابتسم له، وتم الإعدام. بعد فترة كان سانجوك يعمل في اسطبل الخيول كعبد، وكانت قدمه تملأها الجروح. فذهب شخص للحارس وقال له: أرجوك فك الأغلال عن قدم سانجوك لأنها مصابة جدا وقد يتم قطعها. فرفض الحارس وقال: لقد حاول الهرب 3 مرات. في الليل كان سانجوك يخطط للهرب مرة أخرى، ونط من السور وجرى بعيدا. وبدأ الحرس في البحث عنه، لكنه ذهب عبر الغابة وغسل وجهه واستمر في الجري، والحراس وراءه. وكانت قدمه مصابة جدا، وكان يعاني من الألم حتى وجد كوخ، فذهب إليه ووجد به طعام فأكله بسرعة لأنه كان جائع. وفجأة جاء شخص من وراه، وفجأة جاء شخص من وراءه ورفع سيفه عليه وقال: ماذا تفعل هنا؟ وكان رجل عجوز ومعه زوجته، وذهب معهم سانجوك إلى داخل الكوخ وقال لهم: أنا آسف، لقد أكلت من طعامكم، لقد كنت جائع جدا. فأعطوا له الأكل والشرب. وعرف الرجل العجوز أن سانجوك هرب من الحراس. يجب أن تظل هنا حتى يرحل الحراس. فجاء الحراس فحاول سانجوك الهرب، لكن العجوز قال له: سيمسكوا بك بسهولة، تعال معي. وخبأه في كهف يستخدمه لحفظ الأعشاب، وقال له: اجلس هنا ولا تخرج حتى أقول لك. فوثق سانجوك بالعجوز وجلس بداخل الكهف. لكن للأسف كان العجوز مخادع، وقام بتسليم سانجوك للحراس. لقد خانه وأخذ النقود من الحراس مقابل تسليم سانجوك لهم. فنظر إليه سانجوك وقال: لماذا فعلت بي هذا؟ وهذا يعلمنا أن نثق بأي شخص غريب. وقام الحراس بضرب سانجوك عقابا له على الهرب. وفي نفس الوقت كان تاجر النحاس يمر عليهم
وكان هذا التاجر يأخذ العبيد ليعملوا معه في النحاس بدون علم الدولة. فنظر إلى سانجوك وعرف أنه حاول الهرب كثيرا، فقال: أريد هذا العبد للعمل معي في النحاس، أحب الأشخاص العنيدين. وذهب التاجر إلى سانجوك وقال له: ما رأيك بالعمل معي في صنع النحاس؟ وكان مصابا بشدة، فوافق بالذهاب معه. وذهبوا إلى مكان صنع النحاس، وقال التاجر: اجتمعوا فورا، سوف يعمل هذان الشخصان معا في صنع النحاس. وقال لسانجوك: أنت تعال معي. قال له: لديك فرصة كبيرة للهرب من هنا، لكن ستظل هارب طوال حياتك، وستكون خائفا من القبض عليك، لكن إذا عملت معي ستصبح مثل سميث. سميث هو الشخص المسؤول عن كل عمال النحاس. وقال له: لكن كان عبدا مثلك، وكان مجتهدا جدا في عمله، فدفعت مبلغ من المال لكي يصبح حرا، وها أنا أعرض عليك نفس الصفقة. إذا أصبحت نحاسا ماهرا سوف أحررك. فوافق سانجوك. فطلب التاجر من المعلم سميث أن يقوم بتعليم سانجوك، فقال له: اذهب وأحضر دلو الماء، اذهب إلى المحيط واجلب الماء لصنع النحاس، سوف تقضي اليوم بأكمله ذهابا وإيابا. فذهب سانجوك. فقال التاجر: ولكن لدينا ماء هنا، ولدينا خيول لجلب هذا الماء، لماذا ترسله وهو مصاب؟ فقال سميث: يجب أن يتعب قليلا. واستمر سانجوك في جلب الماء برغم من إصابته الشديدة، واستمر طوال النهار والليل في عمل هذا. وكان سميث يطلب منه الماء كل يوم لمدة 10 أيام. حتى جاء اليوم العاشر، وعاد سانجوك فقال له سميث: سوف تبدأ العمل معنا في صنع النحاس من الغد. لكن سانجوك فقد الوعي من شدة الإرهاق، فحملوه العمال للداخل. وبدأ سانجوك في العمل في صناعة النحاس، وبدأ يكتسب خبرة صناعة النحاس وكيفية صبه وعمل منه أطباق لامعة وكيفية تشكيل النحاس. ذهبت دايونج ومساعدة لمقابلة تاجر النحاس لعمل صفقة معه. فعند دخولها إلى التاجر رأت سانجوك يعمل هناك، دخلت لمقابلة التاجر وقالت له: سوف نفتح محلات جديدة في الأسواق، وسوف نأخذ منك النحاس بسعر أعلى من كل التجار. فوافق تاجر النحاس. وعند خروجها لم تجد سانجوك، لأنه كان هناك تفتيش من الحكومة، وقاموا بإخفاء العبيد الذين يعملون في صنع النحاس، وذهبوا بسرعة إلى اسطبل الخيل. وبعد ذهاب مفتش الحكومة رجع مرة أخرى في العمل في النحاس.
كان المعلم سميث يعاني من مرض شديد، وذهب سانجوك له وقال: سيدي، علمني كيف أكون ماهر مثلك. أرجوك، أريد أن أصبح معلم مثلك. أريد أن أكون حرا. لكن المعلم سميث قال له: لقد تعلمت في سنين وليس شهور، يجب أن تصبر. يجب أن تتعلم كيف تصبح عامل ماهر يصنع النحاس جيدا. جاء تاجر النحاس وقال: هيا لنقل النحاس إلى المدينة. فسمع سانجوك هذا فطلب من التاجر الذهاب معه إلى المدينة. فعرف المعلم سميث أنه يريد الذهاب لكي يرى عائلته، فطلب من التاجر أن يأخذه معه، فوافق التاجر. وذهب سانجوك مع التاجر إلى السوق، وكان ينظر في كل مكان عن عائلته. وذهب التاجر لتسليم النحاس لدايونغ، وطلب من سانجوك ومن معه تنزيل الحمولة، وسلمها إلى مساعدي دايونغ. وقال إن هذا النحاس سوف يعجب كبير التجار. وأثناء حديثهم كان سانجوك في الخارج، فرأته دايونغ. لم يكن سانجوك يعرف أن دايونغ هي ابنة كبير التجار الذي ورطه والده في بيع الكبريت، وإنها سبب في إعدام والده. وكذلك دايونغ لم تكن تعرف أنهم هما سياس الخيل الذين تم تلفيق تهمة بيع الكبريت وتم إعدامهم. ذهب سانجوك مع التاجر إلى السوق، وهناك قابل دايونغ. فقالت له: هل لي بسؤال؟ لماذا تخليت عن حلمك؟ فلم يجاوب عليها. ووصل خبر بيع النحاس إلى جونججو، واجتمع بالتجار وقال لهم: إن تجار سونج سان يريدون إفساد تجارتنا. تجار سونج سان هما دايونغ ووالدها كبير التجار ومعهم التجار، ويبيعون نبات الجنسك للصين، وهذا أمر خطير. بعد تسليم النحاس طلب سانجوك من التاجر أن يذهب بسرعة لزيارة منزله، وقال: منذ أن أصبحت عبدا لم أعرف عنهم أي شيء، أرجوك اسمح لي بزيارتهم. فقال التاجر: لكن علينا أن نذهب بسرعة. فقال سانجوك: أرجوك سيدي، سوف آتي بسرعة. فظهرت دايونغ وقالت التاجر: اسمح له بزيارة عائلته، وأنا سوف أحميكم حتى تخرجوا جميعا من المدينة، لأن التجار المحليون كانوا يتربصون بهم. وقالت أيضا: سوف أرسل معكم هذا الحارس، هو سوف يتكفل بهم. وذهب سانجوك بسرعة إلى بيته، وشكر دايونغ، لكنه لم يجد أحد هناك، وكان كل شيء به مكسور. فحزن جدا على فراق عائلته، وعاد بسرعة لتاجر النحاس، وقال التاجر: هيا بسرعة. وعند رجوعهم اعترضهم التجار المحليين الذين يتبعون جونججو صديق والد سانجوك. وقام الحارس بالدفاع عنهم وضرب التجار المحليين، واستطاع تاجر النحاس ومن معه ركوب المركب والخروج من المدينة. لكن سانجوك كان حزينا جدا. وقبل الوصول إلى مكان صنع النحاس توقفوا قليلا لكي يأكلوا، وأثناء ذلك كان صاحب المحل يضرب أحد الأشخاص. فنظر سانجوك جيدا فكان صديقه بوكيتا. فذهب إليه بسرعة وحضنه لأنه لم يراه منذ زمن. ثم ظهر باقي أصدقائه جميعا، وعرف منهم أن الحكومة أخذت عائلته كعبيد، وأرسلت أخته وأمه بعيدا جدا، لكن أخوه كان موجودا معه على نفس الجزيرة التي كان يعمل فيها. وقال له بوكيتا: كيف لم تقابله حتى الآن وهو معك في نفس المكان؟ فذهب بسرعة لكي يبحث عنه، فوجد أحد الأشخاص وسأله عن أخوه، فقال له: هل أنت أخي؟ فقال: نعم. قال له: تعال معي بسرعة. ودخل به إلى غرفة، وكان أخيه مريضا جدا وقدمه مصابة إصابة شديدة جدا. وعندما رآه حضنه بشدة، وقال له الرجل: إن سيده لا يريد معالجته، وإذا بقى هنا سوف يموت.
فذهب سانجوك إلى تاجر النحاس وطلب منه أن يأخذ أخيه كعبد لأنه مريض، وقال: أنا سوف أعمل مكانه، أرجوك سيدي. لكن التاجر رفض. فظل سانجوك يفكر طول الليل كيف ينقذ أخاه. وفي الصباح أثناء العمل مرض المعلم سميث وأخرج الدماء من فمه، فقال له التاجر: اذهب لكي ترتاح. وذهب أصدقاء بوكيتا للقاء سانجوك وقال لهم: يجب أن نأخذ أخي ونهرب من هنا، وأنا أحتاج إلى مساعدتكم. يوجد احتفال قريب من هنا، وأثناء انشغال الجميع بالاحتفال سوف نأخذ أخي ونركب مركب ونهرب بسرعة. وجاء الاحتفال، وأثناء هذا عرف سانجوك أن المعلم سميث سوف يذهب للعمل في القصر لأنه مريض، وأن التاجر سوف يبحث عن شخص آخر لتولي منصبه. في الليل بدأ الاحتفال، واستطاع بوكيتا أخذ أخو سانجوك وانتظروا في المركب حتى يأتي سانجوك. لكن سانجوك ذهب للقاء المعلم سميث الذي أراد منه تصنيع طبق من النحاس أمامه ليعلمه شيئا قبل رحيله، فقام بفعل هذا وتأخر كثيرا عن بوكيتا. وكان صاحب المركب يريد الذهاب، فقال له بوكيتا: انتظر قليلا. وكان سميث مريض جدا، لكن سانجوك تركه حتى لا يتأخر عنهم. لكنه رجع إليه مرة أخرى ووجده ملقى على الأرض وقد مات، فبكى عليه وقال له: أنا آسف جدا معلمي. وذهب بسرعة إلى بوكيتا وأخيه وقال له: هيا أسرع قليلا. حتى لاحظ هذا الحرس وقالوا: من هناك؟ فابتعد سانجوك عن المركب بسرعة حتى لا يقبضوا على الآخرين. وقام الحراس بإطلاق النار على سانجوك فأصيب في كتفه. قام الحراس بإطلاق النار على سانجوك فأصيب في كتفه، وتم محاكمته هو وبعض المجرمين. وتم الحكم عليهم بالعمل في المناجم. وكان من بين المجرمين أحد أفراد عصابة قطاع الطرق، وتم ترحيلهم. وأثناء هذا جاء تاجر النحاس وقال له: لماذا فعلت هذا؟ لقد وعدتك إني سوف أحررك، لكنك اخترت الهرب. وأثناء ترحيلهم وقع أحد أفراد العصابة على الأرض، وقام الضابط بضربه وساعده سانجوك على النهوض. وكان الضابط يكرهه كثيرا لأن 2 من أصدقائه تم قتلهم على يد هذه العصابة. ذهبوا للاستراحة في أحد أماكن الحرس، وقال رئيس الحراس للضابط: إن الطاعون انتشر بشدة في البلدة والطرق مغلقة ولن تستطيع العبور منها. يجب عليك الذهاب من طريق آخر أو تنتظر هنا حتى يزول الطاعون. جلس الحراس يأكلوا، وكان المجرمين ينظروا إليهم حتى جاءت فتاة وأعطت لكل منهم بعض الأرز. وعندما رأى الضابط فرد العصابة يأكل، رمى منه الأكل وقام بضربه بشدة. فقال له سانجوك: أرجوك توقف عن ضربه. فقام بضرب سانجوك أيضا حتى أوقفه أحد الرجال وقال له: كفى. وكانت الفتاة تنظر إليهم بحزن. في الليل تم ربطهم بالسلاسل، وجلس سانجوك حزينا، وطلب رئيس الحراس من الضابط مساعدتهم في دفن الموتى بالطاعون.
فذهب سانجوكو ومن معه وحملوا المتوفيين، وكان من ضمن المتوفيين جد الفتاة التي أعطتهم الأرز. وأثناء الحفر في الغابة وجدوا أن الجد عايش ولم يمت. فقال سانجوك إنه لم يمت، فقال الضابط ادفنوه أيضا، هو لن يعيش طويلا. فرفض سانجوك هذا الأمر، فرفع الضابط سيفه عليه، لكن سانجوك قال لا يمكن أن ندفن شخص حي. وفجأة انطلق السهم وأصاب الضابط، وظهر بعض الرجال وقتلوا باقي الحراس، وكانوا هؤلاء هم أفراد عصابة قطاع الطرق. فقالوا سيدي لقد تبعناك منذ أن قبض عليك، هيا لنهرب بسرعة. وقال فرد العصابة لسانجوك هل تأتي معنا؟ لكن سانجوك رفض، فقال له لن أجبرك لتنضم إلينا. وقال له لم أكن أريد أن أكون فردا من العصابة، لكن ظلم البشر هو من يجعلك أن تفعل ذلك. اليوم أنا مختبئ في الغابة، لكن غدا سوف أصبح ذو شأن عظيم. وذهبوا بسرعة، وذهب سانجوك إلى عجوز وقد مات. فسمع صوتا فاختفى بعيدا حتى ظهرت الفتاة تبحث عن جدها، ووجدته ميت فبكت عليه بشدة. فظهر أمامها سانجوك وقالت ماذا تريد؟ فعرفته الفتاة وقال لها أنت من أعطى لنا الطعام. فقالت إني أعمل في مكتب البريد واسمي شيهين. ماذا سيحدث لسانجوك؟ وهل سيذهب إلى المنجم؟ أم ماذا سيحدث؟ انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا إعجاب الفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.